بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حاول وليد أن يتصدى لصاروخ كفر أبي بكر، ولكن فشل في التصدي، وكما توقعت تماما أنه سيهرب إلى الأمام. يعني تخيلوا شخص يرى أن صاروخ على وشك أن ينزل على رأسه، فبدل أن يبحث عن وسيلة كي يتصدى له، ماذا يفعل؟ يهرب إلى الأمام. يد النيلة تهرب إلى الأمام، ولكن مع من؟ مع عم ذو الفقار؟ لا، مستحيل. معي أنا لا تلعب، العب مع غيري. انت قربتني قبل كذا يا وليد، وتعرف أن اللعب معي صعب جدا. هروبك إلى الأمام لن ينفعك، كما شاهدتم معي في الحلقة السابقة. استشهدت عليه على نفاق أبو بكر من صحيح مسلم، حيث أن الإمام علي عليه السلام كان يرى أن أبو بكر كاذب، آثم، غادر، خائن، ظالم، فاجر، وأن من كانت فيه 4 من هذه الخصال كان منافقا خالصا. فأبو بكر فيه هذه الخصال 4 بل 6، يعني لا فقط منافق خالص، بل هو من درجة VIP في النفاق. فماذا كان رد وليد؟ تعالوا معي نقرأ رده. يقول: عند المقنع، أنا اسمي ذو الفقار المغربي وليس المقنع، فأرجو أن تناديني باسمي، وإذا أردت أستطيع أن أناديك بأبو لحية ابن عائشة الحميراء أو مزور الإيميلات، ما عندي مشكلة. فأنا إذا لاحظت حتى الآن أناديك باسمك وليد إسماعيل. فقد سبق وقلت لك في المناظرة التي دارت بيني وبينك حول سورة التحريم أن تناديني باسمي، ولكن الظاهر أنك تخشى حتى من ذكر اسم ذو الفقار، لأن ذو الفقار هو سيف الإمام علي عليه السلام الذي حارب به عائشة. فأنا لا ألومك، فحاول أن تكون سوي حتى أكون معك سوي. جميل؟ نكمل. يقول: عند المقنع حاكة اسمها إيه؟ بما أن إذن دي للأسف الشديد ما يعرفهاش علي بن أبي طالب. إي والله العظيم. يعني بما أن إذن أن علي بن أبي طالب قال عن أبي بكر وعمر كذا، يبقى هم كذا. هم كذا والله، بس الواقع غير كذا. يعني الواقع غير كذا. الواقع بيقول حاجات تانية هنعرفها إن شاء الله، ما تقلقوش. وبيقول لك رد علي، ويقول لك إيه؟ أطلق صاروخ. يا قلبي يا عيني. طب نخلصها في دقيقة يا إخوانا، نخلصها في دقيقة وإحنا قاعدين. الصاروخ واللي هو قاله، وبيقول لك ردها علي إن استطعت. طيب يا سيدي نخلصها دلوقتي. الآن شاهدوا كيف سيخلصها في دقيقة. هو يعلم أنه يلعب بالنار ومع الشخص الخطأ، ولكن معليش نلعب معه شوية. نكمل. يقول: الآن هو يقول: أنا بقول حاشا لله، نعوذ بالله، أقسم بالله العلي العظيم أنا لم أقل أي شيء من كيسي. كل ما نقلته هو من كتبكم. كتبكم هي التي قالت. مسلم والبخاري والهيثمي وابن أبي عاصم هم من قالوا وتكلموا، فأنا لم أقل. لا والله، كان عليك أن تقول كتبي وعلمائي قالوا. شيخ مسلم بن الحجاج النيسابوري الإيراني المجوسي هو الذي قال. فيا وليد صحح ألفاظك أمام أتباعك، عيب كده يا راجل، ولا تتهم الآخرين أنهم قالوا. جميل كده؟ نكمل. الآن هو يقول كما قلت أنا لم أقل. الذي قال هو مسلم النيسابوري الإيراني المجوسي، هو الذي ذكر حديث كاذب آثم غادر خائن. نكمل. أتى بحديث غادر آثم كاذب، وحديث ثاني ظالم فاجر. هذا الحديث لم أذكره أنا، بل ذكره ابن أبي عاصم في المصنف. نكمل. وقال لك: طيب علي بن أبي طالب مع الحق، والحق مع علي بن أبي طالب، إذن علي بن أبي طالب لا يقول إلا الحق. أيضا أنا لم أقل هذا الكلام، هذا الكلام قاله الهيثمي كما بينت. نكمل. صح كده؟ علي بن أبي طالب لا يقول إلا الحق، وأكيد علي بن أبي طالب لا يفعل إلا الحق. جميل أوي. إذن إلى هنا عندنا أن علماءه وليس أنا حاشا لله قالوا أن علي قال في حق أبي بكر وعمر أنهما كاذبان آثمان غادران خائنان، وأن علي لا يقول إلا الحق. جميل أوي. نكمل كلامه. خلاص أنت مش هتقبل التبريرات اللي إحنا هنقولها، في نفس الوقت إحنا برضو مش هنقبل التبريرات اللي أنت هتقولها. يعني التبريرات اللي إحنا هنقولها حضرتك مش هتقبلها لأنك استعملت بما أن إذن، فالتبريرات اللي أنت هتقولها إحنا برضو مش هنستعملها. إذا في إيه؟ أنت بتقول إيه؟ تبريرات إيه؟ أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. بما أن إذن تبريرات متبريرات، ما هذا؟ أنت لم تبرر أصلا، ولم تتكلم أصلا عن الرواية التي ذكرها مسلم النيسابوري الإيراني المجوسي، بل ولم تخرجها أمام متابعيك وتقرأها أصلا وتبين تبريرك. ثم قلت أنا أبرر؟ متى بررت أنا طرحت أدلتي ولم أبرر أي شيء. الظاهر القذف الصاروخي كان قويا عليك. نكمل. يقول: ورد بأحاديث صحيحة عندكم، يعني عند الشيعة، أن علي بن أبي طالب زوج بنته أم كلثوم. يا دي النيلة. ثاني، هي زفة العروس عندكم دايما جاهزة ولا إيه؟ أبو بكر تزوج أسماء، علي تزوج أسماء، عمر تزوج أم كلثوم. علي عندما تزوج وأنجب سمى أبنائه باسم أبي بكر وعمر وعثمان. عائشة تزوجت النبي. كيف النبي يتزوج وحدة منافقة؟ كيف عاش مع منافقة؟ إيه ده؟ إيه الهبل ده؟
هذا الطرح السطحي الركيك الذي لا يتوفز في سوق العلم. هل هذا كل ما بقي لكم كي تدافع عن أبي بكر وعمر؟ طيب تعال، هل أنا تكلمت عن عمر أم أبو بكر؟ أنا تكلمت حول أبو بكر ولم أتكلم عن عمر، بل قلت في نفس المقطع لا دخل لي الآن بعمر، فأنا حديثي حول أبو بكر فقط. فلماذا تقحم عمر في ردك؟ نحن نتكلم في كفر أو إسلام أبو بكر، فما دخل عمر؟ تريد أن تلعب مش كذا؟ تريد أن تتذكى عليه مش كذا؟ طيب يا أخويا، بما أنك تريد أن تلعب فأنت هنا تلعب مع الشخص الخطأ. نعيد كلامه ثم نكمل. ورد بأحاديث صحيحة عندكم أن علي بن أبي طالب زوج بنته أم كلثوم. هل شاهدتم أخرج رواية صحيحة؟ لا. هل أخرج كتاب أمام المشاهدين؟ لا. هل أخرج قول إمام معصوم يقول هذا الكلام؟ لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل سني منصف باحث عن الحقيقة سيرى الفرق الشاسع في الطرح العلمي بيني وبينه، وكيف أني لا أتكلم من كيسي بل أخرج الأدلة والكتب أمام أعينكم وأنتم من تقرؤون معي، بينما هو فقط كلام وخطب جمعة. أعتذر. فهو ليس بالشيخ، هو مواطن وعمله إصلاح موبايلات، فربما هذا الكلام أخرجه من أحد الموبايلات التي أصلحها. نعيد كلامه مرة أخرى ثم نكمل. ورد بأحاديث صحيحة عندكم أن علي بن أبي طالب زوج بنته أم كلثوم للفاجر الآثم الكاذب الغادر. صح كده؟ الله 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 الله، إيه ده؟ إيه المصيبة دي؟ أنا مش مصدق. علي بن أبي طالب الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنته من عمر الفاجر الكاذب الآثم الغادر الظالم الخائن؟ الله أكبر الله أكبر، إيه المصيبة دي؟ ورد ولا ما ورد؟ ورد عندكم ولا ما ورد؟ نعم، أنا أسألك، ورد عندكم ولا ما ورد؟ صح عندكم ولا ما صح؟ هل عليكم الصحابي الجليل زوج ابنته من هذا الكاذب الفاجر الخائن الظالم الغادر ولا لا؟ ممكن تجيب؟ أنا أنتظر منك الإجابة. يبقى كده التناقض عند علي بن أبي طالب. كيف يرى أبي بكر ويرى عمر أنهما كاذبان آثمان غادران، وفي الآخر يجوز بنته لغادر آثم كاذب؟ يا الله، تكبير يا إخوان، كلامك صحيح. عليكم الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يتناقض. كيف أنه يرى عمر فاجر ظالم كاذب كما قال المجوسي الإيراني مسلم، وفي الأخير يزوجه بنته؟ هذه مصيبة وطامة كبرى فعلها الصحابي الجليل علي بن أبي طالب. أجبني أرجوك، فأنا في حيرة من أمري. ذي النقطة الأولى بالنسبة لعمر بن الخطاب خلصنا منها. أنا لم أتكلم عن عمر بل تكلمت عن أبي بكر. إيش دخل عمر في الموضوع؟ ولكن لا يهم، فعلا انتهينا من عمر، وأنا أنتظر منك الإجابة. كيف للصحابي الجليل علي يزوج ابنته من رجل فاجر ظالم كاذب آثم غادر خائن؟ كلمات مثل الجبال الشاهقة قيلت في حق عمر، ومع هذا جاء علي وزوجه ابنته. يا الله على هذه المصيبة والتناقض الكبير الذي وقع فيه الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذي النقطة الأولى بالنسبة لعمر بن الخطاب خلصنا منها، ومش محتاج لتبريرك لأني أنا ما بررتش، ولكن أنت تقول أن علي مع الحق والحق مع علي. أنا لم أقل هذا الكلام بل قاله الهيثمي. إما أن تسلم وتقول أن علماء كذبوا على عمر بن الخطاب وعلى علي بن أبي طالب في مسألة الزواج دي، وإما تسلم بمسألة الزواج دي. كلام في قمة الروعة والمنطق والحق، أنا أتفق معك كليا. نعم، إما علماء كذبوا على عمر وعلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب في مسألة الزواج دي، وإما تسلم بمسألة الزواج دي. وإذا سلمت بهذا الزواج سيكون علي متناقض عندكم. كيف رضي أن يزوج ابنته من واحد فاجر غادر آثم ظالم؟ ممكن تجيب لو سمحت يا عيني أنت؟ نروح لمين؟ لأبي بكر الصديق. عفوا، أستغفر الله. نروح لمين؟ لأبي بكر. الآن أنت أعلم أم أسماء بنت عميس؟ أسماء بنت عميس دي زوجة أبي بكر اللي كانت بتنام في فراش أبو بكر. فحضرتك بما أن إذن عرفت أن أبا بكر غادر آثم كاذب خائن وخذ لي بالك، والسيدة أسماء بنت عميس ما عرفتش. الله 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 الله، مسكينة أسماء بنت عميس ما عرفتش أن جوزها اللي كانت بتنام معه في فراش واحد أنه آثم غادر خائن فاجر. طيب ليه كده؟ ممكن تجيب؟ ليه ما عرفتش؟ هو عندكم في كتبكم كما قال مسلم الإيراني المجوسي أنه كاذب آثم غادر خائن، فليه أسماء بنت عميس ما عرفتش الكلام دوت؟ أجيبني أرجوك، أنا عايز إجابة، أنا أنتظر. بقي قدامك حاجتين، إما أن تقول أن أسماء بنت عميس ما تعرف الكلام ده، تمام، وهي مرات أبو بكر،
والتي مرضت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها برضا أبي بكر، وعايش معه برضاها. ممكن المفروض أنها تلتزم بكتاب الله. إذا كان الرجل آثم غادر كاذب يبقى خلاص، بقى مرتد، انتهت. واو، أنا منبهر جدا. إشكال في قمة الروعة. ممكن أرجوك تجيبني عليه؟ أنت أمامك حاجتين: إما أسماء ما تعرفش الكلام ده، أو أنها المفروض تلتزم بكتاب الله. أنا أحتاج جواب مقنع. نكمل. وبعدين أنت قلت أن أبو بكر ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا نعوذ بالله، كتبكم هي التي قالت. أنا ماليش دعوة، ولم أقل هذا الكلام أبدا، ولا الشيعة قالوه، كتبكم هي التي قالت، فأجب. وبعدين أنتم قلتم أن أبو بكر ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما فيش مشكلة، يعني مرتد. طب السيدة أسماء بنت عميس عاشت مع مرتد أم لا؟ يعني هل تعلم أنه مرتد؟ خلصت القصة، صح كده؟ خلصناها في دقيقتين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عليك، أحسنت، خلصتها فعلا في دقيقتين. ممكن تجيب لو سمحت؟ كيف لأسماء بنت عميس عاشت مع مرتد خائن فاجر ظالم كاذب آثم؟ أنا خلصتها في ثانية. السيدة أسماء بنت عميس هل علمت أن أبا بكر مرتد أم لا؟ إن قلت لا، لم تعلم أنه مرتد، يبقى إزاي أسماء بنت عميس يا لكح ابن لكح؟ لا أعلم ماذا يعني هذا الكلام. أسماء بنت عميس لا تعلم أن أبا بكر مرتد وأنت تعلم؟ غريبة دي، سبحان الله. خلصنا قصة أبي بكر. كلامك صحيح وإشكال في محله. كيف أنت تعلم أن أبو بكر مرتد كما قالت كتبك، وأنه خائن فاجر ظالم كاذب، ثم أسماء لا تعلم؟ ما فيش حاجة أخبرها ولا إيه؟ ممكن تجاوب على الحتة دي لو سمحت؟ أنا عاوز إجابة مفيدة. نكمل. شوفوا يا إخوان دقيقا، إزاي؟ ما حكم أسماء بنت عميس إن كانت تعلم أن أبا بكر مرتد وغادر وآثم وكاذب، واغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب، واغتصب أرض فدك، ومع ذلك أصبحت مع أبي بكر ولم تطلب منه الطلاق؟ كيف لم أنتبه إلى هذا الإشكال؟ كلامك صحيح، إشكالك في محله مرة أخرى. ما حكم أسماء بنت عميس إن كانت تعلم أن مسلم الإيراني المجوسي روى أن الصحابي علي بن أبي طالب قال أن أبو بكر كاذب آثم غادر خائن فاجر، ومع هذا لم تطلب الطلاق من أبي بكر؟ كيف لأسماء عاشت معه؟ ممكن تجيب؟ وإلا اطينا على الأقل أنها انفصلت عنه، أو طلبت منه الطلاق، أو تخانقت معه، قالت له يا أبو بكر يا وحش لو سمحت ممكن تطلقني ممكن تطلقني عشان أنت غادر آثم خائن كما قال أميرنا علي بن أبي طالب؟ الله عليك يا جدع. طب إزاي أسماء التي كانت بتعيش مع أبي بكر وبتنام معه في فراش واحد وبتجيب له كيس طرش سمك مشوي من باب الشرجي، ومع هذا بقت معه ما قالتلوش يا أبا بكر يا وحش ممكن تطلقني يا غادر يا آثم يا ظالم يا فاجر أنت يا كذاب يا منيل في 60 نيلة، كما قال أميرنا علي في صحيح مسلم الإيراني المجوسي؟ وعلى فكرة أبو بكر كان برب 3 من عيال جعفر الصادق، جعفر الطيار اللي هو جعفر بن أبي طالب، كان برب 3 من عياله، برب 3 من عياله. الله أكبر، ما شاء الله عليه، فاتح حضانة لتربية الأطفال. خلاص، الله أكبر الله أكبر، انتهت المناظرة، انتهت المناظرة. هذا أكبر دليل على إيمان أبي بكر. ثبت إيمان وإسلام أبو بكر لأنه كان متزوج بأسماء بربي أطفال. هو في كافر مرتد يربي أطفال؟ لا، ما فيش. طيب فأبو بكر مؤمن وهو في الجنة قطعا لأنه كان بربي أطفال جعفر الصادق. يا عيني يا ليلي يا عيني، إيه الحلاوة دي، إيه الحلاوة دي، إيه الاستدلال ده، إيه الجمال ده، يا جميل يا حلاوة ماما. فلما مات أبو بكر يا عيني فقام وأخذ علي بن أبي طالب أسماء التي هي ارتضت بالكافر. أي صحيح، كيف علي تزوج من أسماء التي ارتضت بالكافر الخائن الفاجر؟ سؤال مفحم ورائع جدا. وهكذا رد الباحث المتخصص في دين الشيعة سماحة مصلح الموبايلات المواطن وليد. ايه المسخرة دي، ايه المهزلة دي؟ هو هذا ردك؟
المصيبة عندك في كتبك وترمي الكرة في ملعبي؟ تلعب مع عم ذو الفقار؟ ألا تعلم أني متخصص في قلب الطاولة؟ منذ 5 سنوات من افتتاح القناة وأنا أقلب على رؤوسكم الطاولة ولا واحد أجاب. كلكم تهربون إلى الأمام. تأتي أن تريد أن تجرب حظك معي؟ مسكين أنت. أنقذ نفسك وأجب عن رواية مسلم وقل لي لماذا تلاعب البخاري المجوسي الإيراني بالرواية؟ لماذا قال كذا وكذا؟ أجب واترك من هذه المهزلة والحجج المخزية، فصاروخ كفر ونفاق أبي بكر على وشك أن يصيبك في الجبهة. مع السلامة.